اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده حلقه جديده من الكورس بتاع الديجيتال ديزاين بتاعنا. النهارده ليكتشر 8 وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي الدونكر تيرمز. طيب اول حاجه لازم ترجع تشوف كل حلقات الكورس، 7 حلقات مترتبين بشكل لوجيكال. هيساعدك جدا انك تكون عندك الكيك اوف بتاعتك في مجال اللوجيك ديزاين. وتشير الفيديو ده مع اصحابك، وكمان تعمل لايك وسبسكرايب وكل الحاجات دي. ولا على طول نبدا في الحلقه. طيب ايه هو الدونكر تيرم؟ ليه اقول ان انا في كيس معينه او سيتويشن معينه انا ببقى دون كير فيها، مبقاش مهتم بحاجه. طيب الدون كير تيرم او الدون كير كونديشن باختصار بتاعني ان انا في حالات معينه من الانبوتس انا ما بكونش مهتم اصلا بنتيجه الاوتبوت بتاعها. تقول لي يعني ايه؟ طب ليه اصلا يكون في فانكشن ليها combination of inputs انت مش مهتم بيه؟ هديكم مثال على كده، وواحد منهم هو اسمه البي سي دي او الباينري كودد ديسيمال، وهنكون بنتكلم عنه قدام كتير جدا. هو باختصار representation للرقم من الزيرو للتسعة. احنا محتاجين نريبريزنت الديجيتس اللي هو بتبقى 1 ديجيت او الارقام اللي بتبقى متكونه من ديجيت واحد. فبس، فاللي احنا بنعمله ان احنا بنبدا نريبريزنتهم من 0 to 9. طيب ال 9 عشان نعمله ريبريزنتيشن، ثانيه اجيب لكم الليزر. ال 9 عشان نعمله ريبريزنتيشن بيكون ب 4 بيتس، 1 0 0 1. بس فالفكرة ان احنا محتاجين 4 بيتس. طيب however ال 4 بيتس ممكن يجنريتوا كام نمبر اصلا؟ طيب تعالوا نفكر فيها. الاربع اماكن دول كل مكان فيه احتمالين، يا 0 يا 1. فانا هنا عندي 2 possibilities، وهنا 2 possibilities، وهنا 2 possibilities، وهنا 2 possibilities. يعني كام؟ يعني 2 باور 4، يعني 16 احتمال مختلف او 16 احتمال مختلف للارقام اللي ممكن تطلع، وهو فعلا من 0 ل 15 عشان 16 رقم. حلو قوي. طيب انا دلوقتي محتاج من 0 ل 9 بس. فمعنى كده ان في كومبينيشنز من الانبوت، زي مثلا 1 1 1 1 اللي هو 15، انا مش مهتم بيه في الحاله دي، لان انا محتاج بس من 0 ل 9. فعشان كده الكومبينيشن بتاع الانبوت 1 1 1 1 is actually a don't care situation. انا مش مهتم بيه، ومش مهتم بالاوتبوت بتاعه، ومش مهتم باوتبوت الفانكشن في الكومبينيشن دي. طيب النوتيشن بتاعت الدونت كير تيرم الاكثر شيوعا هي الاكس، وفي برضه الستار، وفي الماينس، وفي الفي. طيب الدونكر تيرم في تروث تيبل بيكون شكله عامل ازاي؟ باختصار باجي عند الاوتبوت بتاع الفانكشن، لو هو دونكر احط مكانه اكس، او احط مكانه ستار، او ماينس، او الفي، او كل الكلام الحلو ده. فهو ده الدونكر تيرم في حاله التروث تيبل. ازاي بقى بنكتب الفانكشن من بخلال المين تيرم والماكس تيرمز؟ وده الفيديو اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. لو مش فاهم ازاي ممكن نحول التروث تيبل ده للشكل ده في الحلقه اللي فاتت. والنهارده هنتكلم نزود جزء الدونكر تيرم ازاي. طيب نفكركم بسرعه برضو بالحلقه اللي فاتت يعني، بس هي مشروح بشكل طب مفصل فيها. فاللي كنا بنعمله عشان نحول التروث تيبل ده بشكل الفانكشن، ان احنا بنيجي نبص على الروز اللي فيها 1. ده الرو نمبر 0، ده الرو نمبر 1، ده الرو نمبر 2. فده 1 و 2 عندهم الفاليو ب 1 فبنكتبهم. رو نمبر 7 نفس الفكره، عندهم فاليو ب 1 فبنكتبه، وهكذا. لكن دلوقتي في حاله الدونكر تيرم، بعد ما نخلص الطريقه دي، وطبعا الطريقه دي مشروحه في الفيديو اللي فات، هنعمل بلس دي ده بيقول لك ان ده هيقول لك بقى دلوقتي الدونكر تيرمز ايه؟ 4، ان احنا عندنا دونكر تيرم واحد هو الرو 4 بس. فهي دي الطريقه اللي احنا بنحول بيها التروث تيبل لو في دونكر تيرمز للفانكشن. طيب حد يعرف بقى ازاي نكتب الفانكشن دي في هيئه الماكس تيرمز؟ هسيبكم 3 ثواني تفكروا. طيب وقف الفيديو يعني، وانت لو محتاج وقت اكتر. وعشان نكتب الماكس تيرمز نفس الفكره، هنكتب الدونكر تيرم هو الفور عادي، والماكس تيرمز هو باختصار الروز اللي هيبقى عندها زيرو مش اكتر. فاحنا عندنا الرو زيرو الفاليو بتاعته بزيرو، الرو نمبر 3 الفاليو بتاعته بزيرو، وهكذا. اكشلي دي غلط، الفور دي متنفعش تبقى موجوده هنا، الفور دي دونكر تيرم بس، فهي دي تبقى الاجابه بتاعتها. اوكي طيب دلوقتي الدونكر تيرم ده بقى فايدته ايه؟ فايدته في المينيمايزيشن مهم جدا، خصوصا بالكي مابس. لان الكي مابس احنا دلوقتي الدونكر تيرم ده بنعامله على اساس ان هو ممكن يبقى 0 او 1، احنا مش فارقين معانا اصلا. دونكر تيرم انا اصلا اي دونت كير، فاهمين؟ فهي دي الفكره. ففي حاله ان احنا محتاجين مثلا في الاس او بي بندور على ايه في الكي ماب؟ لو فاكرين بندور على الونز. طيب فاحنا كده ممكن نيوتيلايز الدونكر تيرم ده، احنا ممكن نعتبره ب1 او ب0. طب ما نعتبره دلوقتي ب1 ونكبر سايز الريكتانجل بتاعنا. مش احنا فاكرين ان احنا كل ما نكبر سايز الريكتانجل اللي بناخده حوالين الكي ماب علشان نعمل مينيمايزيشن، ده بيكون حاجه efficient اكتر؟ طيب ما نستغل الدونكر تيرم، وده بقى اللي هنعمله في الاكزامبل ده. طيب وطبعا نفس الفكره في البي او اس ممكن نعتبر الدونكر تيرم بزيرو وبرضه نمينيمايز على هذا الاساس. المهم فده اكزامبل عندنا ال f equal to m 04837 بس. فده شكل الفانكشن بتاعتنا. عندنا دونكر تيرم عند الرو 12 اللي هو هنا.
افكركم بس بالجراي كود، عندنا 0 0 0 1 1 1 1 0 مش 1 0 1 1. خدوا بالكم التفصيلة دي مهمة جدا واتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت كتير جدا. طيب تعالوا بس نمسح الجزء ده ونبدأ نفكر. لو احنا دلوقتي هنعمل مينيمايزيشن عادي من غير الدونكر تيرم، من غير ما نكونسيدر كون، هنعمل ايه؟ هناخد ريكتانجل هنا اللي هو الاخضر، وفي ريكتانجل تاني اللي هو ال1 اللي هنا وال1 اللي هنا، عشان الكيمة شبه السلندر فاحنا ممكن ناخد الونات اللي على التيرمينال مع بعض، وعندنا كمان ريكتانجل هنا اسود. وبس ده هيكون الفانكشن بتاعتنا شكلها، وده هيكون الفاليو بتاعتنا في الاخر. طيب لما بقى هنستخدم الدونكر تيرم هنعمل ايه؟ هنبدا نيوتيلايز، هيبقى عندنا نفس برضو الفكره دي، هيبقى عندنا الريكتانجل اللي على اليمين ده مش هيتغير، لكن دلوقتي الاكس ده هنعتبره معانا في الريكتانجل، لان هو الاكس ممكن يبقى ب1 او ب0، هو دونكر تيرم. طيب فانا هحطه معايا وهانكلوده معايا، فكده يبقى عندي ريكتانجل اكبر، وفي الحاله دي هيبقى عندي الاجابه دي مينيمايزد واحسن بكتير وافيشنت اكتر من الاكسبريشن اللي فات. طيب تعالوا برضو نحسبها بسرعة كده. الريكتانجل الأحمر ده هو بنشوف الفاليوز ثابتة في أنهو فاريبلز، فهنلاقي إن السي والدي 0 و0 في كل الأحوال، فهنكتب سي نوت دي نوت، نحط أور عشان ده sum of products، ونيجي هنا على الريكتانجل الأخضر. إيه اللي ثابت هنا؟ هنلاقي إن السي ثابت والدي ثابت الاتنين ب1، وكمان هنلاقي إن الإيه ثابت 0 في الحالتين، الزيرو ده فهنحط ايه نوت. بس كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو سهل جدا ولذيذ جدا عن دونكر تيرمز، ودي اداة مهمة جدا في المينيمايزيشن. بس شكرا جدا ليكم للمشاهدة، ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، وشير مع صحابكم علشان الكورس ده يكبر اكتر واقدر استمر اكتر. شكرا جدا ليكم للمشاهدة، مع السلامة.